اللي صار بهي اللعبة شو؟ اللي صار انه بعد 46 ثانية من بداية النزال الملاكمة الجزائرية ضربت الإيطالية بوكس، ما أكثر من بوكس، ملاكمة هي، فضربتها بوكس، قام وقفت هديك، وقفت صارت تبكي وقالت انه اللي عم يضربني ذكر. هلا الحادثة تبدو لكم عادية، بس هي الحادثة خطيرة جدا. ليش؟ لأنه الغرب طبعا اعتذرت امبارح الإيطالية، تمام؟ اعتذرت بعد ما اكتشفوا وعملوا فحوصات وانه الملاكمة الجزائرية طلعت أنثى، مسجلة أنثى، باسبورة أنثى، تاريخها أنثى، ولعبة ملاكمة. طب ليش عملت هيك البنت هي من أول 46 ثانية؟ ليه؟ خطأ بنت؟ أوكي. البنت هي الملاكمة الثانية الإيطالية رايحة على ديسكو، يعني هي عم حدا ضربها بوكس؟ لا، هي رايحة تلعب نزال بوكسينج. انتبهتوا؟ هي طالعة تلعب نزال بوكسينج، يعني هي ممكن تاكل ضرب على وشها مشان تاخذ نقاط. هي ما رايحة تسبح. فتخيلوا المنطق، رايحة تلعب بوكسينج، بيطلع واحد اقوى من الثاني بكل النزال. محمد علي كلاي كان يربح على خصومه، تايسون يربح على خصومه، كانوا يتدمروا بهي اللعبة ناس. يعني محمد علي كلاي باركنسون صار معه من كتر ما اكل ضروب على راسه، صار معه باركنسون، مرض الباركنسون. فهي اللعبة لعبة قوة خطير. انت ليش الإيطالية، الملاكمة الإيطالية ليش فايتة تلعبي؟ مشان تقولي انه هاي الملاكمة رجل ما لا أنثى؟ طيب الاعتذار لا يكفي، الاعتذار لا يكفي، تشويه السمعة لا يكفي. بدون نحن نقبل انه الانسان عادي لو كان ذكر او انثى، عادي. تفهموا علي؟ بدهم ايانا نتقبل فكرة انه نغير بخلق الله. رب العالمين ذكر، ارجعوا للآية بالقرآن، التغيير بخلق الله. طبعا هذا خطر جدا. لما نحن بنتقبل بفكرة العصر الجديد هلا اللي نحن عايشينه، بنتقبل فكرة انه ما في داعي للأسرة، فمعناتها ما في داعي للرباط المقدس اللي هو رب العالمين أكرمنا بصفة من أهم صفاته هي الخلق. صرنا نقدر نحن نتزوج لحتى نجيب أولاد، هاي صفة من صفات الله، عطانا، منحنا جزء منها بشكل بسيط هاي الصفة. طيب لما الإنسان ما عاد بيتزوج، بينعزل، ما عاد بيتزوج، وبينتهي هذا النسل، نسل بني آدم. هذا اللي بده اياه ابليس بالضبط، انه ابليس بيكره آدم وبنيه، بيكرههم كره العمى، وهو السبب بهذا الكره، وهذا اللي بده اياه. لهيك هو عم يقود كتير ناس، ابليس عم يقود كتير ناس لحتى يعملوا شيء مثل الاولمبياد فرنسا وتترسخ باللا شعور، ويعملوا شيء مثل سيرن بسويسرا CERN وتترسخ باللا شعور. الاحتفالات هي اللي عم تترسخ باللا شعور، نحن اول شيء بننتقدها، وما كثير على فكرة الناس انتقدتها، يعني مو هالانتقاد الرهيب، لانه اوريدي بالمجتمعات الغربية كلها الموضوع جدا عادي. انا
أنا بقول إنه المجتمع، هذا رأيي، بقول إنه المجتمع يبنى من الأسرة يلي رب العالمين كرمنا وأعطانا وهيئ لنا وشرع لنا رب العالمين من خلال الكتاب القرآن الكريم. شرع لنا كيف نتعامل نحن مع زوجاتنا، مع النساء مع أزواجها، وكيف نبني الأسرة ونربي أولادنا على الخير، المحبة، العمل الخير. بمجرد ما نحن نكسرها لهي من راسنا او نتعود، وما لازم نتعود، لازم نحط نحن بالسب كونشس عنا من ورا نحن دائما ضد للاقصى، ضد للاقصى. هذا الشيء للاقصى، وما لازم ابدا نقبل على انا بالنسبه لي لا يمكن اني اقبل الشيء اللي عم لكم عليه، ولا اذا فتت نزال ملاكمه مع واحد قول والله هذا طلع مرة مثلا، نفضته بوكس سطحه بالارض طلع مرة. لا، القصة اكبر بكتير، والقصة عم نسمع كتير شغلات اخطر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن كلياتنا موصولين يا جماعة بحبال. لما نصلي لله عز وجل ونتواصل مع رب العالمين، هذا الحبل اللي بيننا وبين رب العالمين هذا ما بينقطع. الله بينجينا من الحروب، لأنه وعد رب العالمين، وعد حق، وعد المؤمنين أن ينجي المؤمنين. أجدادنا المؤمنين، أجدادنا نفدوا من حروب فظيعة مثل ما قلت لكم قبل شوي، الحرب العالمية الأولى وغيرها والثانية والثالثة وشتى أنواع الحروب. في كتير ناس نجت ورب العالمين نجاها. فلذلك الاعتصام بحبل الله اللي هو حبل حقيقة، حبل قد انت وانا لا نراه، بس هو موجود. هذا الحبل موجود بينك وبين رب العالمين، بينك وبين رب العالمين، بيني وبين رب العالمين موجود. اذا تركت الصلاة التواصل، هذا الحبل بصير لونه اسود، واذا عم بتواصل مع رب العالمين بيكون لونه ذهبي نور.